في راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. واخده بالي كويس قوي من مذاكرته. يا فرحة كفاية عليك كليتك، انت في بكالوريوس علوم السنة دي. حسام دلوقتي بقى راجل ولازم يعتمد على نفسه. الله 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 الله، جرى ايه يا عبد القادر؟ انت تكره ولادك يحبوا بعض ويراعوا بعض؟ ازاي بقى يا سعاد؟ كل اب بيتمنى ولاده يحبوا بعض ويراعوا بعض ويحافظوا على مستقبل بعض. ربنا يكرمكم يا ولادي واشوفكم في اعلى المناصب. يسمع من بقك ربنا ان شاء الله يا بابا. اطمن. اجازه سعيده وباذن الله تسافروا وترجعوا بالسلامه. الله يخليك يا محجوب يا اخويا، مش كنت تجيب الولاد والحاجه وتصيفوا معانا؟ يا ريت يا عبد القادر، ما انت عارف يا اخويا بقى الارض ومشاغلها. الله يكون في عونك. خد يا اخويا الشين تحت الحساب هم من ريع المحصول اللي جاي ان شاء الله. انت اكيد هتحتاج لمصاريف ياما في المصرف. معايا والحمد لله محجوب. يا راجل امسك بقى، ما هي فلوسك. بس لو ما كنتش تصمم. هتتحركوا امتى علشان اخلي الولد بسيوني يوصلكوا لمحطة القطر؟ لا خلي بسيون ابنك مرتاح يا محجوب. اتوبيس المصلحة هياخدنا ويرجعنا ان شاء الله. كده على خيرة الله. يا تفيدة. نعم يا بابا. يلا يا بنتي علشان نروح. ما هو لسه بدري يا محجوب، سيب تفيدة تقعد معانا، انا هجيبها لغاية الدار. يا اخويا كتر الف خيرك. انا جاهزه يا بابا، يلا بينا. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام يا حبيبة عمك، مع الف سلامة. يلا يا حسام كفايه كده، اتوبيس المصلحه قرب يوصل. حاضر يا فرحة، حاضر، هخرج اهو. ايه ما شبعتش سباحه؟ 10 ايام مرة الهوا يا فرحة. طب يلا بقى لحسن زمان بابا وماما حضروا الشنط. لسه فاضل كتير يا بابا. هانت يا حسام، ايه البلد وحشتك؟ قوي يا بابا قوي. يلا يا فرحتي دخلنا زمام البلد يا بنتي. حاضر حاضر يا ماما حاضر. يا ساتر يا ساتر. ايوه يا دكتور، اخويا عبد القادر حسنين ومراته الست سعاد وابنه قسام وبنته فرحه. للاسف يا حاج، اخوك ومراته تعيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه. والولاد؟ البنت حالتها مستقره شويه، مجرد اصابات، انما الولد للاسف الإصابة جات له في العمود الفقري. ربنا معاه. لطفك يا رب، لطفك يا رب. للأسف يا عمي حالة حسام ما بتتحسنش. ازاي بس يا فرحة يا بنتي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء. المشكلة في نفسية حسام يا عمي، من يوم ما خرجنا من المستشفى وهو مش متقبل مصيبته بنفس راضية، ساخط على الدنيا لأنه أصيب بشلل رباعي بيمنعه من الحركة، رافض يشوف أي حد، حتى الموبايل ما بيردش عليه. معلش يا بنتي، اعذري، الله يكون في عونه.
شاب ومصيبته كبيرة. الحمد لله يا عمي. أنا بحاول أفهمه إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيبتليه، وعلى قد الصبر بيكون الجزاء بإذن الله. ربنا رحيم بعباده يا بنتي. أكيد حسام هيتقبل الوضع وهيتخطى المحنة دي بإذن الله. بإذن الله يا عم. بس أنا عاتب عليك يا فرحة. يا عمي الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، وصدقني حضرتك راحتنا هتكون في بيتنا. يا بنتي يا بنتي، انت لسه تعبانه من الحادثه، واخوك محتاج مراعيه جامده، وبيت عمك زي بيتكم بالظبط، ومرات عمك هتراعيكوا وهتشيل معاكي حمل اخوكي، ربنا يشفيه. كتر خيركم يا عمي، اطمن خالص، واوعدك اذا احتاجنا حاجه هطلبها منك على طول. طيب يا بنتي، ما تنسيش تشيل الحاجات دي في التلاجة، وبكره ان شاء الله هطمئن عليكم. تشرف يا عمي في اي وقت، بس لو سمحت ما تكلفش نفسك، احنا والحمد لله عندنا اللي يكفينا. انا مش عارف يا فرحة، انت عامله فرق ليه؟ بتعاملوني كأني غريبة عنكم ليه؟ ابدا يا عمي والله، كل الحكاية ان كل واحد فيه اللي يكفيه. الله يعينك على مسؤولية ولادك. على العموم انا مش هزعل منك يا فرحة، هقدر الظروف اللي بتمر بيها انت واخوكي، ولما ربنا يتم شفاكم هيكون ليا كلام تاني. السلام عليكم. وهو عامل ايه دلوقتي يا أبلة فرحة؟ الحمد لله احسن. هو لسه برضه مش عايز يشوف حد؟ معلش يا صفوان، مسيره يخرج من الحالة دي ونشوفه، ده انت اعز صديق له. ايوه، ربنا يعلم انا بحبه قد ايه، وزعلان عليه قوي والله. وهو كمان بيحبك، لكن الظروف صعبة عليه قوي. ايوه ربنا يعديه منها على خير. طيب مش عايزه حاجه بقى من اخوك الصغير يجيبها لك قبل ما يروح الدرس؟ كتر خيرك يا صفوان، بالسلامة انت، وشد حيلك بقى في المذاكرة، عاوزين مجموع يشرف. ها؟ وبعدين يا معلم شنتوري، يعني مفيش طريقه نصرف بيها البضاعه دي؟ من تجاره الحشيش لتجاره الاقراص نقله مش واخدين عليها، وما نعرفش سوقها فين في البلد العجر دي. كان لازم نعمل كده يا معلم، البوليس هرشنا والاقراص امرها سهل عن الحشيش. تعرف هذا يا سلامه، احسن سوق للاقراص المخدره دي سوق الطلبه. الطلبه؟ كل ما الامتحانات تقرب الواد من دول اعصابه تبوظ، ايه نظهر له احنا وننصحه يجرب قرص مجانا، بعدها يبقى في الصهلله، ولما يتعود عليه هيجي هو ويطلبه وهيدفع مصروفه كله عشان يتلايم عليه، ومش بعيد يسرق ابوه ولا يقتل امه عشان ياخد الحبايه. سلام على تفرينك يا معلم شنتوري يا عتره. اهم حاجه يا سلامه انك تسحب الواد من دول بصنعه لطافه، وعاوزه يفتكر انك بتدور على مصلحته. مفهوم؟ مفهوم يا سيدي المعلمين. ما تقلقش يا فرح، روح انت السكشن بتاعك، صفوان هيعدي عليها بعد المدرسة عشان يقول لي على شطبوه من المنهج، وانا همسك فيه يقعد معايا لحد ما ترجع. اطمن. ماشي يا حسام، هانت يا حبيبي، كلها كام شهر واتخرج وما سيبكش ابدا. انت مش ناوية تشتغلي بعد ما تتخرجي ولا ايه؟ لا طبعا هشتغل، بس الشغلانه اللي ما تبعدنيش عنك مده طويله. ده انت عاوزة شغلانة تفصيل بقى. ربنا كبير يا اخويا. بس يا سيدي، هو ده بقى كل اللي اتشطب من المنهج. يا ريتهم كانوا شطبوا المنهج كله وخلصنا يا صفوان. ومن سامعك يا حسام، والله لو حكموني الغي الثانويه العامه دي اصلا، وامنع بقى الابهات يخنقوا على اولادهم ويجبروهم على التعليم. نعم، ده على كده بقى نسبة كبيرة من الولاد هيرفضوا التعليم. وكانوا بقى اشتغلوا الشغلانات اللي بيحبوها، اللي عايز يشتغل دكتور سنان ماشي، واللي عايز يشتغل حرامي غسيل ماشي. وكانوا كسبوا فلوس جامدة قوي وعاشوا حياتهم بقى بالطول وبالعرض. لا يا صفوان اسمح لي، انت كلامك كله غلط. انا قلت اللي قلته ده من زهقي بسبب مرضي. التعليم مهم برضه،
هو اللي بيعمل مننا بني ادمين بجد وبيأهلنا عشان نتعين في وظائف محترمه. الفلوس يا حسام، الفلوس هي اللي بتخلي الواحد قيمه واحترام. الماني يا حسحس، الماني يا حسحس يخلي لك احترام وسط الناس، مش الشهاده. شهادتي يا راجل، بص حواليك وانت تشوف المؤهلات اللي مش لاقيه شغل وفقدت احترام الناس علشان معهمش قرش، ولانهم بعد ما اتخرجوا بقى عالة على اهاليهم. لا يا صفوان، لا مش للدرجه دي. انت اصلك قاعد على كرسيك ومش داري باللي بيحصل بره. صفوان لو سمحت حاسب على كلامك. انا اسف يا حسام، ما كانش قصدي. ايه مالك يا حسام؟ جرالك ايه؟ ألم رهيب في ظهري. طيب في علاج بتاخده انا اقولهولك؟ لا ده ألم ملوش علاج الا في جلسات العلاج الطبيعي ولسه بعدها ما جاش. مش قادر طيب اهدى بص اسمع، انا هديك حبايه هتريحك وتروقك على الاخر. حبايه ايه دي؟ اهي وادي كوبايه الميه، اشرب وادعيلي. لا انا ما اقدرش اخد اي حاجه غير اللي كاتبها الدكتور. يا عم دكتور ايه؟ ما هي كلها علمي وعارفه بعضيها. دي بقى وصى عليها ابو دكاتره العالم كله. يا سلام، مين ده بقى؟ ده سياده الدكتور المعلم شنتوري. المعلم ايه؟ شنتوري. ايه ما سمعتش عنه؟ ده حبيب الطلبه والعيانين واللي عندهم مشاكل في حياتهم. عنده علاج سحري يا حسحس لكل وجع وكل مشكله. علاج سحري؟ الحبايه دي. خد بس الحبايه وانت هتدعي لي يا حسام. ايه الاخبار؟ انا حاسس اني طاير في السماء. حلاوتك. والالم اللي في ظهرك؟ الم ايه؟ هو انا اشتكيت اصلا من الم؟ اشتاق كده انت في الفل. انت كده 100 فل يا حسام. 100 فل بس. ده انا 100 فل و10. حلو قوي. استأذن انا بقى دلوقتي. سلام يا صديقي. سلام يا صديقي. ايه ده؟ الدنيا ضلمه كده ليه؟ حسام يا حسام، مفتاح النور اهو. الله، ايه ده؟ مالك يا حسام؟ ايه اللي وقعك على الارض؟ اصل كنت بحاول اقف وامشي فوقعت. ليه كده بس؟ انت عاوز يحصل لك مضاعفات. بقالك كتير نايم على الارض؟ مش فاكر. طب يا اخويا تعال قوم معايا عشان اقعدك على كرسي. يلا ايوه. ايه يا حسام، انت لسه ما نمتش؟ مش عارف انام يا فرحة. عينيا مش قادر اغمضها والم ظهري رجع اشد من الاول. مالك يا حسام؟ ايه اللي بدل حالك كده؟ مفيش ازاي بس؟ انا هتصل بالدكتور سعيد عشان يعدي علينا بعد العيادة. لا مفيش داعي. انا هنام دلوقتي. هنام. روحي نام انت عشان امتحاناتك. روحي. معلش يا حسام سامحني، اصلي مشغول في المذاكره شويه وابويا مشدد عليا ما اتاخرش. ارجوك يا صفوان، عدى عليا النهارده ومش هاخرك. هحاول يا حسام. لا انت لازم تيجي وما تنساش تجيب لي معاك كام قرص من اللي وصى عليهم الاستاذ الدكتور ده. اسمه ايه؟ شنتوري. ايوه الدكتور شنتوري ده. ايوه بس الاقراص دي غاليه قوي يا صديقي. ما يهمكش، هدفع لك ثمنهم. المهم انك تجيبهم. ارجوك يا صفوان، ابوس ايدك، انا بتعذب. حاضر يا حسام. سلام انت بقى دلوقتي لحسن الفسحه بتاعتنا خلصت. سلام يا حسام. ايه ده؟ غريبه. حسام. ايوه فرح، تشوفيه. حسام مالك يا اخويا؟ الحقيني يا فرحة، الحقيني مش قادر هموت. بعد الشر عليك. اذا كنت خايف من الامتحانات اللي هتبتدي بكره بلاش تدخل السنه دي. المهم صحتك. انا حسام.
اطمني يا انسه فرحه، حسام بخير. سيبيه يستريح وتفضلي معايا بره شويه علشان عاوز استفسر منك عن شويه اعراض بتجيله ولا لا. تحت امرك يا دكتور سعيد، اتفضل. خير يا فرحه بنتي، ماله حسام؟ ايه انت بتقول ايه يا دكتور؟ للاسف هي دي الحقيقه. ابن اخويا مدمن حبوب مخدره. ايوه يا حاج محمود، ولازم نلحقه قبل ما حالته تزداد سوء. ازاي يا دكتور؟ اولا تعتذري له عن امتحانات السنه دي، وثانيا يا دكتور في ظروفه وحالته الصحيه دي صعب انهم في المصحه يراعوه رعايه كامله، علشان كده لازم احنا كلنا نتولى رعايته. انا ومراتي وولادي تحت امرك يا دكتور سعيد، وامر سعادتك واحنا ننفذ. عظيم. قولي لي يا انسه فرحه، ايوه، مين بيزوره من اصدقائه او زملائه؟ اكتر واحد بيزوره صفوان ابن المعلم رجب الفران. ايوه، يبقى لازم نمنع صفوان واي حد يزوره او يتصل بيه. حاضر يا دكتور. ودي خطه العلاج اللي هنمشي عليها بكل دقه. اولا انت بتقول ايه يا حاج محجوب؟ اسمع كلامي وما تسيحش يا رجب الفران. ابنك صفوان حطه تحت عينيك، راقب تصرفاته كويس يا معلم. انت بلغك حاجة عنه لا سمح الله؟ بلغني عنه وعن غيره حاجات كتير. انا عملت اللي عليا وجيت حذرتك. خلي بالك من ابنك يا رجب قبل ما الفاس تقع في الراس وترجع تندم. مش هقول لك اكتر من كده وانت حر. سلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام. صفوان، ولا صفوان. ابوس ايدك يا فرحة، ابوس ايدك. اتصلي بصفوان وقولوا لي يجيب لي نماذج الامتحانات ضروري. امتحانات ايه يا حسام؟ ما خلاص السنة راحت عليه. لا لسه. فين الموبايل؟ وديته موبايلي فين؟ الموبايل فصل شحن، لما يتشحن هبقى اديهولك. كده برضه يا فرحة؟ كده برضه؟ بتكدبي عليا؟ شايفاني بتعذب وساكتة؟ ارحمني يا اخويا وبلاش الكلام ده، انا بعمل اللي في مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انت بتموتيني. بعد الشر عليك. ايوه، زهقت مني وعايزاني اموت عشان ترتاحي وتتجوزي وتشوفي حياتك. انت ازاي تقول الكلام ده؟ صدقني يا اخويا انا بعمل لمصلحتك. لا، انا مصلحتي مع صفوان. هاتولي صفوان. الو دكتور سعيد، الحقني يا دكتور، حارس حسام بقت صعبة قوي. تعرف لو ما قريتليش بكل حاجة عارف هعمل فيك ايه؟ حاضر يابا، انا هقول لك على كل حاجة. قول يا صفوان وما تخافش. ايه حكايتك؟ الحمد لله السم ابتدى يتسحب من الدم. يعني العلاج جاب نتيجة الحمد لله يا دكتور سعيد؟ ايوه يا حاج محجوب. يا ما انت كريم يا رب. اسمع يا انت، انا مش هعاقبك لاني بتحمل ذنبك، واللي انت وصلت له ده بسبب قسوتي عليك. طب اعمل ايه يا ابني؟ والدنيا ما بترحمش، واكل العيش مش بالسهل. هدلع فيك ولا هدور ازاي اكفي طلباتك انت واخواتك؟ ياما ابهات بيسعوا على رزقهم يابا. عندك حق يا ابني،
اوعدك من النهارده هتغير وهغير معاملتي ليك وهعالجك. ايوه بس الامتحانات يابا، ده انا ما جاوبتش كويس على ولا امتحان. مش مهم تنجح السنه دي، المهم الحقك وتنجم اللي انت فيه ده. بس اول هام تعالى معايا على النقطه. النقطه؟ وهنعمل ايه في النقطه بس يابا؟ هنبلغ عن سلامه وشنطوري، لازم نخلص البلد من شرهم. امسك دول يا سلام. تشكر يا معلم شنتوري، بس ده كتير. مش كتير عليك يا سلامة، ده انت وزعت كل الكمية في يومين. انا خدامك يا معلم، وخدام العدالة في توزيع الارباح. طب يلا يا سلامة، رص لنا حاجة. مكانك انت اهو. كبسة يا معلم. خد عليهم. يا ليلة مش فايتة، ادي اخرة اللي يبيع للعيال ويشغل معاه عيال زيك يا سلامة. اطمني يا فرحة، والله أنا مذاكر كويس وهجيب مجموع يدخلني طب بإذن الله. بإذن الله يا حبيبي، ربنا يوفقك يا رب وتحقق أمل بابا وماما الله يرحمهم. مبروك شفاء حسام. الله يبارك فيك يا دكتور سعيد، البركة في ربنا ثم حضرتك. ده واجبي. وبعدين انت ناسيه ان احنا عيله واحده ولا ايه؟ طبعا، ربنا يديم المعروف. فرحه. نعم. ايه رايك لو فرحتنا بشفاء اخوك حسام تكمل بيا انا وانت؟ ازاي؟ يعني لو اتقدمت لك تقبلي؟ ربنا يعلم معزتك عندي يا دكتور، لكن واجبي ناحية اخويا حسام محتاجني اكتر منك، وما اقدرش افكر في نفسي ابدا واتخلى عنه. انت نموذج نادر للاخت الوفيه، مثال حي لانكار الذات. على العموم اتمنى لك السعاده دايما. الثانويه للكليه، من الثانويه للكليه، والمجموع قرب على 100. من الثانويه للكليه، من الثانويه للكليه، والمجموع قرب على 100. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا فرحة. مجموعك يدخلك طب مرتاح. ايوه يا فرحة، لكن المصاريف والمحاضرات والسكاشن هواظب عليهم ازاي؟ ما تشيلش هم، ما تشيلش هم حاجه خالص يا اخويا، انا هوديك واجيبك واشيلك لغايه ما تبقى فوق الناس دي كلها. ده انت اخويا حبيبي ابن امي وابويا. ربنا يخليكي ليا يا اغلى اخت في الدنيا. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. عجايبي بشرى حسب الله، 5 عزبة العمدة، منشية سوادة، شرق النيل، محافظة المنيا. يا سائل عني ومدار عليا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عائشة سالم، عبد السلام دهشان، سوسن ربيع، ناصر سيف، فكري صادق، فتحي الكوفي، مراد صادق، إبراهيم جمال، جمال الفيشاوي، محمد جبريل، والطفلة مع محمد عطا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه: من الحياة، إدارة التمثيليات، البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة. فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.